أقوى الحيوانات المفترسة في المحيط. حيوانات خيالية مثيرة للإعجاب. عمالقة المحيط، سيارة خارقة في الماء، مخلوقات طرفة. وهم يتحدون العالم. أنا بلوندي فوكس، فلنبدأ. أقوى 10 حيوانات مفترسة في الماء. لن تصدق ما تراه في هذا الفيديو. رقم 1: الحوت القاتل. بقوة عضة تبلغ 19,000 رطلا من القوة. أقوى حيوان مفترس حي في العالم. لديهم عقل كبير جدا ويستخدمون ذكاءهم في الصيد. أسماك القرش والحيتان الأخرى هي مجرد فريسة بسيطة لها. هنا سمكة القرش أصيبت بهجمات من الحوت القاتل. من السهل تدريبهم لأنهم أذكياء للغاية. هم أيضا لا يستطيعون العيش في أسر. رقم 2: سمك القرش، المفترس الأكثر رعبا للمحيطات. بفضل فكيهم الذي يعض ب4,000 رطل يمكنهم تمزيق أي شيء بسهولة. على الرغم من أنهم في مجموعات، إلا أنهم عادة ما يكون لهم العديد من الأعداء. أسود البحر والدلافين والحيتان القاتلة وحتى التماسيح هم أسوأ أعدائهم. هذه الحيوانات المفترسة المثالية تقتل 10 أشخاص في السنة. رقم 3: الأناكوندا. أكبر الثعابين في العالم هي الأناكوندا. يمكن أن تنمو الأناكوندا إلى أكثر من 10 أمتار وتزن أكثر من 300 كيلوغرام. يمكنها بسهولة ابتلاع تمساح أو حتى بقرة. الأناكوندا ليست سامة، لكنها تخنق فريستها بعضلاتها المذهلة. وجد الناس أناكوندا أثناء العمل. حتى الجرافة لا تستطيع رفع أكبر ثعبان في العالم. رقم 4: سمك أبو سيف. سمك أبو سيف هو واحد من أسرع وأقوى الحيوانات المفترسة في المحيط، وهو أحد أنواع مصائد الأسماك المهمة في كل مكان يعيش فيه. يصل سمك أبو سيف إلى أوزان لا تقل عن 1700 كيلوغرام، وأطوال تقارب 5 أمتار، وهو أحد أكبر أنواع الأسماك العظيمة. يهاجم سمك أبو سيف فجأة الغطاس. رقم 5: التمساح. يمكن للتمساح السباحة بسرعة 30 كيلومتر في الساعة في دفعات قصيرة، وردود فعل رائعة لا تصدق تحت الماء. بهذه الطريقة يصطادون فريستهم بسهولة. التماسيح شجاعة. التمساح يهاجم القرش بعد متابعته لفترة طويلة. يمكن أن تبقى التماسيح تحت الماء لمدة 30 دقيقة. قوة عض تمساح المياه المالحة 4,000 رطل. رقم 6: نارول. يعيش نارول حتى 50 عاما، ويتغير لونه مع تقدم العمر. أنيابهم هي في الواقع سيف يستخدمونها للصيد والتواصل. إنها حيوانات مفترسة قوية يمكن أن تصل طولها إلى 5 أمتار. يمكن أن يغوص إلى عمق 1 ميل في المحيط. الشقوق في الجليد البحري تسمح لهم بالظهور للهواء عندما يحتاجون إليه. من الصعب جدا التقاطها بالكاميرا نظرا لقلة عددها. رقم 7: ثعبان البحر الكهربائي. هذه الثعابين
التي تعيش عادة في الأنهار يمكن أن تكون مميتة للغاية. حتى مع وجود اتصال صغير يمكن أن يمنح جسمك 860 فولت ويقتلك. إن قوتهم الكهربائية تزيد عن 5 أضعاف طاقة مقبس الحائط. رقم 8. الدب القطبي. بفضل قوة العض التي تبلغ 1200 رطل ومخالبها القوية، من غير المرجح أن يتم هزيمتها في معركة. يمكن أن يصل حجم الدب القطبي إلى حوالي 500 كيلوغرام. هذا المفترس أثقل مرتين من الجبال، كما أنه أكبر بمرتين من الدب الأشيب. إنه من أكبر وأقوى حيوانات مفترسة على الأرض وليس له أعداء. رقم 9. أخطبوط المحيط الهادئ العملاق. أخطبوط المحيط الهادئ العملاق حيوان ذكي للغاية، يمكنه تعلم فتح البرطمانات وحل الألغاز. هذا الأخطبوط هو أكبر أخطبوط في العالم. من المعروف أن متوسط الطول يصل إلى 10 أمتار. بالإضافة إلى ذلك فإن الوزن المسجل 300 كيلوغرام. يمكنهم بسهولة مهاجمة الإنسان إذا اختاروا ذلك. من المعروف أنهم حاولوا خنق الغواصين عن طريق سحبهم إلى الأسفل. رقم 10. حوت العنبر. يمكن أن يصل ذكور الحيتان إلى 70 طنا وتصل إلى 20 مترا. هذا رائع ومدهش. إنها واحدة من أكبر أنواع الحيتان. تتغذى على الأخطبوط والأسماك الكبيرة الأخرى والفقمات التي يصل طولها إلى 2 متر. عندما تواجه حيتان العنبر حيتان الأوركا فإنها تهاجمها في مجموعات. حيتان الأوركا تشكل تهديدا لهم. يهاجمون حيتان العنبر المصابة والمريضة. حوت العنبر قوي بما يكفي لهزيمة الأوركا من تلقاء نفسه. السبب وراء اصطياد البشر لهذه الحيتان هو إنتاج عطور باهظة الثمن. شكرا للمشاهدة. أنا بلوندي فوكس.